اليوم الخاصة باللائحة اللي أعلن عليها وليد الركراكي هذا اليوم. لائحة فيها 27 لاعب. طبعا كيفاش يمكن نديروا واحد القراءة اللائحة اللي عندها علاقة بجوج ديال المقابلات، المقابلة ديال النيجر والمقابلة ديال زامبيا. خليني نقول لكم بأنه احنا لما تنشوفوا اللائحة تيمشي البال ديالنا مباشرة نهاية كأس إفريقيا. صحيح انه غنلعبوا اقصائيات كاس العالم، صحيح انه خصنا غير نقطه واحده امام النيجر، ولا خصنا نقطه واحده لا يعني بانه غادي نلعبوا باش نديروا التعادل. هذه مقابله خصنا نلعبوها باش نربحوها ونعطيها واحد الصوره، لانه غتكون اول مقابله ديالنا في مركب مولاي عبد الله الجليل، وبالتالي خاصها تكون عندها واحد الطابع خاص، طابع احتفالي، بزاف ديال الامور اللي خصها هذه المقابله. ولكن باش نكون نكونوا امنين حتى في الحديث ديالنا، حنا لما تنشوفوا الفريق الوطني تنفكروا مباشره الكاس افريقيا، بدليل انه المدرب ديال الفريق الوطني في الندوه الصحفيه قال واحد الكلمه ماشي نقول بلا ما يشعر، قالها ولكن قال الشيء اللي تيتمناو المغاربه. قال بانه حنا اللي تيهمنا، وبقى تيهضر بزاف على الفريق الوطني. شنو قال؟ قال بانه نشوفوا اشرف حكيمي هز كاس افريقيا، هذاك هو اللي مهم. بمعنى انه اللائحه ديال الفريق الوطني لما تنشاهدوها تنرميو بالثقل ديال هذه المجموعه كلها لكاس افريقيا، واش هاد اللاعبين هو اللي غيمثلونا في كاس افريقيا. طيب نرجع للعدد اللي قلت في الاول، قلت بانه عندنا 27 لاعب. هاد 27 لاعب الا ضفنا لهم واحد ثلاثه ممكن يكونوا في اللائحه النهائيه، اللي هو المزراوي ورحيمي وزلزولي. نقدر نقول اكيد احنا هنا في 30 لاعب. بمعنى انه صعيب نقولوا يعني من ما عيطش اللاعب، شكون اللي ما عيطلوش، شكون غيبقى؟ غيبقاو بعض اللاعبين بحال ريتشاردسون، بحال تيرغاليل، بحال شادي رياض. يمكن هادو ماشي غنقول درجه ثانيه، ولكن يمكن في هذه المراحل الاخيره ممكن انه يكونوا فقدوا يعني التنافسيه مع الزملاء ديالهم. بمعنى انه هاد 27 لاعب او 30 لاعب، لانه انا هضرت على المزراوي وعلى رحيمي وعلى زازولي، تعتبروا ان 30 لاعب. هاد 30 لاعب بدون الحديث على زياش، لانه هضر قال انه زياش ممكن يرجع يعني يلقى شي فريق ويلعب ويرجع للمستوى التنافسي ديالو ونرجعوا له الفريق الوطني. خلينا في 30 لاعب. 30 لاعب كاس افريقيا خصها 23 لاعب، بما انه خصها 7 ديال اللاعب غيتحيدوا من هنايا. اذا النظره اللي خصها تمشي، حيت اللعابه كلهم تنعرفوهم، النظره غتمشي لبعض اللاعبين. نبدا بنائل